سأتحدث عن الصحة السنوية لمرضى السكري. حسناً، كمرضى سكري لمدة 10 سنوات أو 15 سنة أيضاً هم غير مدركين بأهمية الفحص السنوي. اختبار HbA1c هو اختبار مهم يجب عليك القيام به كل 3 أشهر مرة واحدة. وعند الحديث عن المضاعفات، فحص العين كل سنة مرة. يجب أن تقوم بفحص عينيك لفحص الشبكية. هذا مهم جداً لأنه سبب رئيسي لفقدان البصر لدى مرضى السكري. الثاني هو فحص القلب. إجراء تخطيط القلب الكهربائي وفحص الصدى وجهاز المشي بالإضافة إلى ملف الدهون كل سنة مرة واحدة إلزامية. لمنع الغسيل الكلوي تحتاج إلى فحص الكلى كل سنة مرة. يشمل ذلك فحص اليوريا والكرياتينين والميكرو ألبومين في البول بالإضافة إلى فحص الموجات فوق الصوتية للبطن. إذا اكتشفت أي تغيرات في مشكلة الكلى لديك مثل ارتفاع الميكرو ألبومين في البول، يمكننا علاجها في تلك المرحلة نفسها والسيطرة على حالة الكلى لديك ومنعك من الوصول إلى الغسيل الكلوي. أخيراً وليس آخراً، تحتاج إلى العناية بقدميك. عند فحص القدمين يشمل ذلك تدفق الدم إلى قدميك وكذلك الإمداد العصبي لهما. لذلك من المهم جداً العناية بحالتك السكرية بطريقة صحيحة إلى جانب جميع الفحوصات اللازمة حتى تتمكن من تجنب حدوث المضاعفات.